في اليابان في قرية سمعتها مش كويسة لدرجة إن الحكومة بنفسها طلعت تحذيرات كتير، وقالت إن أي حد هيخش المكان ده هيكون على مسؤوليته الشخصية. وكمان حطوا لافتات كبيرة بره وقالوا إن المنطقة دي مش خاضعة ولا القوانين ولا لدستور اليابان. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: هو إيه اللي بيحصل جوه القرية دي؟ وإيه مصير أي حد ممكن يقرب منها؟ الناس هناك بيسموها قرية أنوناكي أو القرية اللي محدش بيرجع منها، والاسم ده فعلا على مسمى. ليه؟ لأن محدش دخل القرية دي وعرف يخرج منها عشان يحكي لنا اللي حصل بالظبط. والموضوع ده ليه أسباب كتير، ومن أهم وأوائل الأسباب بتاعته هي إن الحكومة ما بتتدخلش في أي حاجة بتحصل جوه القرية دي. يعني من الآخر، أي حاجة هتحصل لك جوه هيكون ده مصيرك لوحدك. تاني حاجة إن أصلا لو أنت دخلت القرية دي مش هتلاقي شبكة، فلو في أي حاجة حصلت لك أنت مش هتعرف تطلب حد تستنجد بيه. والأغرب بقى إن محدش عارف هو إيه اللي حصل للقرية دي خلى سمعتها توصل للدرجة السيئة دي. الأول أو التاريخ بيقول إن هي كانت ريف بسيط في محافظة فوكوكا في كيوشو، وكانت مشهورة القرية دي بصناعة السيراميك والفولاذ. ولكن بعد كده شهرتها سمعت لما لقيوا فيها منجم فحم وبدأوا يستخرجوا منها الفحم بتاعها. وبسبب وجود المنجم ده في شباب كتيرة من القرى اللي حواليهم بدأوا يروحوا يشتغلوا في القرية دي. ولكن الطريق الوحيد اللي كان بيوصلهم للقرية دي هو عبارة عن نفق واحد بس. في يوم بقى تيجي الفجعة الكبرى: العمال وهم رايحين يشتغلوا عدوا من النفق، ولكن فجأة النفق وقع عليهم. وبسبب طبعا ان عدد العمال كبير فكان في زحمة، فمات منهم عدد كبير جدا. ولكن الأغرب إن الحياة فضلت مكملة والناس كملت في طقوسها اليومية عادي جدا، ولا كأن في أي حاجة حصلت. القرية وقتها كانت صغيرة لدرجة إن القرية كاملة كانت عبارة عن 50 أسرة بس. وبرضه ما كانوش بيحبوا الناس الغريبة تيجي عندهم. ليه؟ وده بسبب إن الناس الغريبة لما بتيجي بيدوسوا على الزرع بتاعهم وبيموتوا المحاصيل. عشان كده القرية دي كانت مقفولة على نفسها. والرغم كده ما كانوش بيأذوا أي حد، وكانوا معروفين إن هم قرية مسالمة. لكن فجأة وبدون أي مقدمات الناس من القرى اللي حواليهم بطلوا يروحوا قرية أنوناكي. في مصادر بتقول إن الناس بطلوا يروحوا قرية أنوناكي عشان انتشار الطاعون هناك. في ناس تاني بتقول لأ، ده